وده يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ثم ربنا سبحانه وتعالى، ثم ربنا سبحانه وتعالى، ثم توفيقه لينا ان احنا ككاست وككرو وكقائمين على العمل، ان احنا كل الناس اشتغلت وكل الناس تعبت كويس وكل الناس عملت شغلها بشكل كويس جدا، وده اللي خلانا الحمد لله نعمل النتيجه دي. شايف ان انت عديت الاسطوره خلاص؟ والله الحمد لله. تمام. ده كان الهدف قدامك على طول؟ والله لا، هو الهدف دايما ان انت تعدي العمل اللي فات، تعدي العمل اللي فات، تعدي العمل اللي فات، وده دايما الواحد بيعمله، ان كل عمل انت عايز تعديه وتنجح اكتر منه، والحمد لله. فيا رب بقى يرزقنا في اللي جاي ان شاء الله ان احنا نعرف نحل الازمه اللي عملناها في نفسنا. طيب قول لي دلوقتي، سمعنا ان هيبقى في جزء ثاني لجعفر العمدة، هل ده صح ولا غلط؟ والله احنا بنناقش الفكره والموضوع دلوقتي، وباذن الله قريب جدا هنوصل لنتيجه تكون مرضيه للجمهور. طيب حابب اقول لك كمان ان الفنانه الكبيره هالة صدقي قالت في تصريحات صحفيه ان هي ولا في جزء ثاني هي مش هتشارك فيه. عايز اعرف منك، هل تواصلت معاها؟ هل حاجه حصلت في الامور؟ هالة ما قالتش كده، ده مش هالة ما صرحتش بالشكل ده، بالعكس انا بتكلم انا وهالة كل يوم، وانا والكاست بتاعي كل يوم، وهالة ما صرحتش تصريح زي ده.